السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متبعي قناة أذواق معلومات ونصائح. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم واحد الطبق أو وصفة بكفتة ديال السردين مع الدنجال مشوي. يعني كيجي واحد الطبق لذيذ جدا، مريقة يعني بالكفتة ديال السردين والدنجال. كما كتشوفوا معايا المقادير جد 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 بسيطة، وكنوعوا يعني في الكفتة ما بين الطاجين، لان هذه الوصفة تنطبق على ان نعملوها في الطاجين او لا في الصينية ديال الفرن بحال يعني، ولا يمكن نعملوها حتى كفتة مشوية. على بركة الله، عندنا هنا واحد نصف كيلو ديال الكفتة السردين. بطبيعة الحال كنشدو السردين نقيه وكن نغسلوه نقيه ونطحنوه. ايضا عندي هنا واحد الدنجالة كبيرة مشوية، نشويها في الفرن او على يعني في الفرن. عندي واحد الجزرة كبيرة، سلقتها واحد شوية، خليتها بالماء ديالها. وبالنسبة عندي تقريبا جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، اولا نخليو زيت نباتي. وعندي هنايا واحد جوج حبات طماطم محكوكين، طماطم طازجة. وعندي معلقة صغيرة كل من الخرقوم مطحون. الكمون يمكن نعوضوه بالقزبر حبوب، الابزار، الملح والبابريكا او التحميرة. يعني هاد يمكن نضيفو حتى معلقه صغيره ديال الهريسه. هادو هما التوابل. وعندي هنا الجوريقات ديال الرند او ورق سيدنا موسى. وعندي واحد جوج فصوص حتى ثلاثه ديال الثوم، وواحد معلقه صغيره ديال عصير الليمون الحامض. ايضا جوج معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس. يعني هنا كنشدو الدنجاله بعد اللي شوينا يعني، وكنقطعوها غير بالموس اولا بالشوكه، ساهله كتكون يعني ساهله ان نقطعوها. لان غنضيفها الكفته ديال السردين. كما كتشوفوا معايا الكفته السردين يلا غنقومها. المهم هنا بعد ما غنضيف ليها يعني كلشي، هذيك الدنجاله مشويه. صراحه الدنجاله مشويه كتعطيها واحد البنه، كتجي فيها بحال ريحه الشوا. هنايا غادي نبدا يعني نضيف المكونات او المقادير. غنضيف القزبر ومعدنوس، وغادي نضيف يعني التوابل كما قلت لكم: التحميرة، الخرقوم، الابزار، الملح، الكمون او القزبر حبوب. ايضا هنايا غادي نضيف حتى ديك يعني معلقة صغيرة ديال عصير الحامض. ونضيف ايضا هنايا راه نضيف حتى معلقة صغيرة ديال زيت الزيتون. كتبقى اختياريه. المهم زيت الزيتون حتى هو كيعطي البنه وواحد الهشاشه لهاد الكفته. هنايا كما كتشوفوا معايا نضيفوا يعني كما كتشوفوا الثوم اما بودره ولا مهروس، كيبقى حسب اختيار، جوج دروس حتى لثلاثه. وايضا هنايا يمكن نضيفوا جوج معالق كبار ديال القزبر المعدوس اولا ثلاثه اللي عجبكم. المهم كنخلطوا هاد المكونات، وكيبقى يعني كيف ما قلت لكم زيت الزيتون نضيفوا ملعقه صغيره اولا كبيره اولا بدون، يعني ماشي بالضبط يعني نضيفه. فقط هو راه كيف ما قلت لكم كيبنن الكفته كيف ما كانت. المهم هنايا كنحاولوا نمزجوا المكونات جيدا، وكنخليوها ضروري ان نخليوها واحد تقريبا نصف ساعه على الاقل، اولا ربع ساعه، باش يعني تنسجم ديك المكونات فيما بعد. المهم هنايا كنجي كناخد هنايا واحد يعني طنجره اولا كاسرونه. هنا غادي نضع فيها داك المرق اللي هو غادا يعني نضع فيها داك الجزر اللي سلقته غير نصف سلقه وخليته مع الماء ديالو بدون ملح، يعني لاني غنضيف التوابل. غنضيف ليه هنايا واحد تقريبا معلقه كبيره ونص حتى جوج ديال زيت الزيتون. كما قلت لكم يمكن تعوضوه بزيت نباتي. هنايا ايضا غنضيف التوابل اللي ضفت على الكفته، ولكن غير قليله شويه. وغنضيف هنا حتى ديك ورق الرند او ورق سيدنا موسى. يعني تقريبا كاع المقادير اللي ضفت مع الكفته كنضيفها هنا، غير هي كتكون قليله على اللي ضفت مع الكفته. نضيف ايضا هذوك الطماطم محكوكه، جوج حبات ديال الطماطم طريه محكوكه. وكما كتشوفوا هنايا باش غنعمل واحد المريقه اللي غنوضع فيها كويرات ديال الكفته.
التوابل كيف ما يعني وضعت في الكفتة: التحميرة، الإبزار، الخرقوم، الملح، إما قزبر حبوب ولا الكمون، أيضا القزبر ومعدنوس. يعني غير تكون قليلة كيف ما وضعت في الكفتة، قليلة على المكونات اللي كاينة في يعني التوابل ديال الكفتة. هنايا كما كتشوفوا راه كنحاول نمزج المكونات. انا غطيب ليا بواحد السرعه لان خيزو تقريبا شبه طايب، يعني غير ديك الطماطم شويه صافي. تبدا يعني نوضعها على النار باش تغلى شي شويه. ضروري انها تغلى باش نرميو فيها دوك الكويرات ديال الكفته. هاد الطريقه راه يمكن تطبق على الطاجين او الصينيه ايضا اللي غندخلوها للفران. هنايا في واحد زلافه صغيره كنوضع واحد الكاس صغير ديال الماء، وغنضيف فيه واحد المعلقه صغيره ديال الطماطم المركزه مطيشه، اما ديال الحك اما ديال الدار ولا اللي يعجبكم، المهم اللي كاينه. وايضا واحد راس معلقه ديال الهريسه. الا كنتو وضعتوا الهريسه مع الكفته بلا ما تضيفوها هنايا. المهم هنايا اللي كيعجبو الحرور فقط راس معلقه ديال الهريسه، اما تضيفها في الكفته اولا مع هاد الطماطم المركزه. واللي ما كيبغيش الحرور يستغنى عليها، يكتفي غير بالابزار. هنا كنضيفو على داك المرق ونخليوه يغلى. كنضيفو ايضا الزيتون، الشكل اللي يعجبكم، حمار ولا خضار، المهم الزيتون اللي يعجبكم. وكنبقاو هنا غنجي للكفته كناخد غير انا خديت غير نصف الكميه ديالها لان نصف الكميه غنوضعها في الفران اولا نشويها. هنا نص الكميه عملتها كويرات وغنوضعها على هاد المرق هذا اللي شفتو. صراحه هاد الوصفه يعني هاد المريقه كطيب بواحد السرعه، ومن الاحسن نوضعو يعني كويره بكويره بلا ما يعني نرميو هذاك الشيء باش ما يتخلط لينا. الكويرات كتختاروا نتوما الحجم اللي بغيتو، من الاحسن تكون صغيره. صافي هنايا بعد ما عملت الا كنا غنشويو هاد الكفته نديرو لاصوص بوحدها، كنا غنديرها في الصينيه الفرن كنديرو ديك لاصوص بلا ما نطيبوها ونوضعو فوق منها ديك الكفته يعني، وكندخلوها الفران. في الطاجين كنديرو لاصوص بنفس الشيء، نفس الطريقه يعني، وكنضعوها في الطاجين. يعني هنا درت واحد المزود ديال الحار، فلفل الحار. هنا راه يمكن تضيفوا الفلفله حلوه، تضيفوا يعني البطاطس، اي نوع ديال الخضره اللي كيعجبكم. شوفوا معايا المريقه شحال عاقده وخاتره، وكتجي بنينه صراحه، بنينه واكله سريعه سريعه ومفيده ايضا. نتمنى ان هاد الوصفه او هاد المريقه ديال كفته السردين مع الدنجال تنال اعجابكم وتجربوها بالصحه والراحه. صراحه طبق جد جد لذيذ وسريع التحضير.